رجعت لكم بفيديو جديد. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي، وحشتوني جدا جماعه. انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد. احنا وصلنا 1000 على الانستجرام. بصوا بجد مبسوطه جدا، وصلنا ل1000. مش عارفه اقول لكم ايه. شكرا، توصلتوا قبل عيد ميلادي. جماعه اللي ما يعرفش، عيد ميلادي بعد بكره وهتم 21 سنه. طبعا النهارده جمعت لكم مفضلاتي من منتجات الشعر، بما انه عجبكم مجموعه الحاجات اللي انا عملتها للبشره، فجمعت لكم كمان المفضلات بتاعه الشعر. ولو عندكم افكار فيديوهات اكتبوها لي تحت. فرغي كتير قبل ما ابدا الفيديو، لايك وشير وكومنت، وكمان لو انت جديده وحابه تنضمي لعيلتنا انزلي اعملي سبسكرايب. ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبدا باول حاجه معانا، وهو الشامبو بتاع لوريال الهيالورونيك اسيد. بجد بجد من غير مبالغه، ده اكتر شامبو بيرطب الشعر، بيخلي الشعر مترطب وشكله وملمسه صحي، مش بينشف الفروه، بالعكس بيرطبها لمده 72 ساعه. بجد من احلى الحاجات اللي هي تحفه، وياخد 10 من 10. الحجم الكبير ده اقل من 100 جنيه، وفي منه الحجم اللي هو 200 مللي بحوالي اقل من 50 جنيه، حاجه و40 او حاجه و30. ده 600 مللي، وبجد تحفه وهيقعد معاكي وقت طويل جدا. الشامبو اللي بعد كده وهو فعلا اختراع، بجد تحفه، بيرطب واقل من 100 جنيه، وبيظبط الشعر وبيديله كل. هو الشامبو بتاع ايفون ده بجد تحفه 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 تحفه، وعلى ضمانتي هاتوه واستخدموه لان هو بجد خطير. بيرطب الشعر، مش بينشف الفروه، حجمه كبير جدا، هيقعد معاكي كتير قوي، وكمان سعره اقل من 100 جنيه زي ما قلت لكم. ريحته بالافوكادو، الناس اللي بتحب الفاكهه دي بجد هتعشق الريحه دي، لان هو بجد تحفه، وريحته بتفضل ثابته كمان في الشعر. نيجي لده من زمان، عارف انا اتكلمت على ده قديمه قوي قديمه، فاحب اقول لكم ارشح لكم ده، ان ده احلى كريم بيرطب بيسلك الشعر. الناس اللي شعرها بيتعقد بيديله ترطيب ولمعه تحفه. كريم حليف التمشيط، بجد بجد تحفه ومن غير مبالغه، وكمان قوامه كريمي وقوامه خفيف، ولا هيدهن شعرك ولا هيلزقه، بالعكس هيديله الترطيب المناسب ليه. عشان تعرفوا الحاجه اللي انا بحبها، تعرفوا ان انا باكلها ازاي. ده لسه ما كملش معايا وخلص، انتوا متخيلين فاضل حبه. انتوا طبعا عارفين، الناس اللي اتفرجت على فيديو المشتريات فانتوا عارفين. بصوا ده كان قد ايه وبقى قد ايه. بصوا لان هو بجد طلع تحفه، احلى حمام كريم جربته. بقى اقل من 50 جنيه، قوامه تقيل جدا، بيرطب الشعر قوي، بيهدي الهيشان جدا، وكمان حجمه كبير وهيقعد معاك. بس انا حاليا يعني انا باكله لان هو بجد تحفه في ترطيب الشعر، بيرطب الشعر لمده طويله جدا. واكتر مكونين بقى فيه زيت الروزماري وزيت الجوجوبا، فبجد ترطيب عالي، وبجد اكتر حاجتين بيطولوا الشعر وبيرطبوا الشعر، فبجد هو تحفه. نيجي بقى للكريم، احلى كريم ليف ان انا جربته لشعري، وكمان مناسب قوي لشعري واصحاب الشعر الكيرلي يجمعوا، لان هقول لكم على اختراع ده بجد هو غالي بس يستاهل كل جنيه يدفع فيه حرفيا. هو تحفه، هو قوامه تقيل. استخدمه ازاي عشان ما يلزقش وما يدهننش؟ ناخد منه حته صغيره، حته مناسبه لشعرك. وعلى فكره مش من اول مره هتعرفي الحته المناسبه لشعرك، لازم تستخدميه كذا مره ورا بعض عشان تعرفي الكميه المناسبه لشعرك. وشعرنا يكون غرقان ميه، غرقان ميه حرفيا، علشان هو قوامه تقيل قوي. وده سعره ب 300 وشويه، هو بجد غالي بس يستاهل، وهو حرفيا حجمه كبير وبيقعد معاكي كتير جدا. ده بالارجان، انا جبت منه على فكره زبده شيا، بس على فكره بالنسبه لي ارجان طلع تحفه وقوامه احلى من زبده الشيا. نيجي بقى لاخوه اللي هو الجل اللي كنت هموت واجيبه، اخيرا جبته. بجد ده من الحاجات حرفيا تحفه قوي، الهولد بتاعه عالي جدا، وبجد بيدي ديفينيشن للشعر حلو جدا، وبيثبت الكيرلي لمده طويله. وبجد من احسن الحاجات اللي انا جربتها وفرقت معايا فعلا في الكيرلي. وكفايه اصلا ريحته، تحسي ان ريحته عسل او ريحته كده مسكره، بجد ريحته تحفه. انا بحب ريحه الجل عامه، فبجد ده من احسن الحاجات اللي انا جربتها، ومكتوب عليه مفهوش كحول ولا سلفيت ولا في اي حاجه. بجد من الحاجات اللي هي عجبتني وتحفه. نيجي للتحفه اللي بقالي 4 سنين بستخدمه. انا كنت بستخدمه ايام ما كان شعري كيرلي اللي هو العادي، ما كنتش بعمله بقى ستايلنج وكده. اللي حاليا بصوا انا بقيت اعمل شعري كيرلي وبقى تحفه. هعمل لكم بقى فيديو ازاي حولت شعري من كان محروق من المكوى والسشوار لشعر كيرلي وصحي وتقيل وفيه ديفينيشن وفيه فوليوم حلو قوي. فاحب اقول لكم ان الجل ده بجد من احسن انواع الجل اللي انا جربتها، اللي هو بذر الكتان، وكمان اقل من 70 جنيه، ممكن كمان تجيب 60، انا كنت جايباه ب70.
حاليا بقى معرفش هو زاد ولا زي ما هو، فبجد هو من الحاجات اللي هي حلوه قوي. بعد كده البليس ده معروف، بص هو اصلا باين عليه ان هو اصلا خلصان. ده بنستخدمه كحمام كريم وكمان بنستخدمه كليف ان، وهو بجد في تلك الحالتين هو تحفه، كمان بيدي ترطيب ومناسب كمان لكل انواع الشعر وكمان اصحاب الشعر الكيرلي، وقوامه تقيل قوي. هو اصلا ده بزبده الشيا وكمان في منه ارجان. بصراحه زبده الشيا فيه تحفه، انا ما جربتش الارجان بس ناويه اجربه وبقول لكم رايي فيه. وكمان سعره اقل من 100 جنيه، هتلاقوه اصلا اقل من ال 60 جنيه حاليا. انا كنت جايباه ب 60 او 65 جنيه، بجد مش هيزيد عن كده وبجد هو تحفه. نيجي لاخر حاجه وهو اخو بليس الاولاني. ده بليس الكريم، ده الكريم وده اللي هو اخف من الكريم كده شويه. ده تحفه. انا ده كنت بقول عليه زمان ان هو وحش مش مناسب معايا، بس اخر مره عملت فيه ستايلنج فيه طلع تحفه. الديفينيشن بتاعت شعري كانت حلوه جدا، وكمان الكيرلي فضلت ثابته، وكمان عشان كنت مثبتاه بالجل وكمان كنت حاطه كميه مناسبه، فهو بجد طلع تحفه. بس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والكومنت، واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو، حلو ولا لا واستفدتوا ولا لا، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.